في زيت ساخن، وهذا ما يجعلها صالحة للأكل في دقائق. هذه مجرد خطوة واحدة من خطوات إنتاجها المذهلة، من خليط دقيق بسيط إلى وجبة سريعة التحضير، مثالية وثابتة الصلاحية. عملية الإنتاج أدق مما تظن. كيف تصل النودلز إلى درجة الكمال في 3 دقائق فقط بعد أشهر من وضعها في العبوة؟ لكنها أيضاً السبب وراء طرح سؤال شائك: هل هذه الوجبة السريعة ضارة بصحتنا؟ في كل عبوة هناك قصة معقدة من الزيوت والمواد الحافظة والدهون المتحولة، فهل هذا ما نأكله حقاً؟ تابع معنا، لأننا سنكشف الحقيقة الكاملة حول مكونات النودلز وخطر الزيت الذي تطهى فيه، وهل هي آمنة فعلاً؟ أهلاً بكم في نظرة داخل المصنع. سنعرض لكم اليوم عملية تصنيع النودلز سريعة التحضير المثيرة من المكون الأول إلى الطبق. بدأ كل شيء في اليابان عام 1958 عندما اخترع موموفوكو أندو أول نودلز سريعة التحضير طويلة الأمد. كان العالم في غاية السعادة، لكن ما هو الابتكار الحقيقي هنا؟ إنه نودلز الكوب. لا حاجة لأي وعاء، فقط أضف الماء وستحصل على وجبة سريعة مثالية للطلاب والعاملين في المكاتب وحتى الجنود في الميدان. اليوم 100 مليار عبوة سنوياً من الصين إلى أمريكا تطهى النودلز سريعة التحضير في أكواب وأواني في كل مكان بأسعار معقولة، لذيذة وعملية. وصفة النجاح لا تضاهى. لنغوص في عالم المكونات المذهل. هنا يبدأ كل شيء بمزيج بسيط: دقيق القمح، ماء، ملح، وبعض الأسرار المحفوظة بعناية. ولكن هناك شيء آخر مميز للغاية: كانسوي، سائل سحري لا يمنح النودلز لمعاناً أصفر فحسب، بل أيضاً تلك اللذة المميزة والمرنة. بدون كانسوي لا نودلز سريعة التحضير. تبدأ العجينة رحلتها في آلات العجن العملاقة. في البداية تبدو كرمل جاف ثم ككتلة فوضوية، لكن ببطء مع كل دورة تصبح كتلة ناعمة وممزوجة بإتقان. ثم يحين وقت فردها. تفردها الآلات إلى صفائح متساوية، أرق وأكمل. لكن إليك الحيلة: طبقات متعددة مكدسة فوق بعضها البعض لجعل بنية النودلز أكثر ثباتاً. هذا هو الفرق بين نودلز مهروسة وأخرى تصبح لاحقاً ذات قوام مثالي. تمر صفائح العجين عبر آلات تقطيع فائقة السرعة، تقطعها إلى شرائح رفيعة. لكن لماذا غالباً ما تكون النودلز متموجة؟ التموجات تساعد الشرائط على الالتصاق ببعضها بشكل أفضل، وتحسن امتصاص الماء، وتمنح النودلز ملمساً ألذ عند الأكل. تستقر النودلز المقطعة حديثاً على الحزام الناقل كجنود صغار، جاهزة للخطوة التالية. لكنها الآن لا تزال نيئة، طرية وغير مكتملة، مجرد ظل لشكلها المستقبلي. لكن هذا على وشك التغيير. حان الوقت الآن. النودلز الطازجة مرتبة بإتقان على الحزام الناقل، لكنها لا تزال تفتقد ذلك الشيء المميز. الجواب هو البخار. بخار ساخن غير مرئي يطلق النودلز إلى بعد جديد في ثوان معدودة. تتدحرج النودلز ببطء داخل كابينة بخار عملاقة. يخترق البخار الساخن كل نودلز على حدة، مغيراً بنيتها ومحولاً إياها من كتلة إسفنجية إلى طعام شهي مستقر. هذه هي اللحظة التي تصبح فيها النودلز سريعة التحضير، نودلز حقيقية. ولكن لماذا كل هذا الجهد؟ للطهي بالبخار فوائد عظيمة. أولاً، يثبت الشكل. ثانياً، يضمن قواماً مثالياً، ليس قاسياً جداً ولا طرياً جداً، مثالي تماماً. وثالثاً، يمنح النودلز صلاحية تخزين طويلة، فمن دون التبخير لن تنتفخ النودلز بسرعة لاحقاً عند إضافة الماء الساخن. لا تستغرق العملية سوى بضع ثوان. لكن الآن يأتي التحدي التالي: النودلز قد تم طهيها بالبخار، لكنها لا تزال رطبة جداً، والرطوبة عدو طويل الأمد لأي فترة صلاحية. فماذا نفعل؟ القلي العميق أو التجفيف بالهواء الساخن؟ طريقتان مختلفتان تماماً بنتائج مختلفة تماماً. الأولى تجعل النودلز مقرمشة ومسامية وطرية في ثوان، والأخرى تبقيها قليلة الدسم ولكن أكثر صلابة. أي طريقة تفوز؟ هذا هو السؤال المثير التالي، والإجابة ستكشف في الخطوة التالية. الخيار الأول: القلي العميق. هنا تغمر النودلز في كميات كبيرة من الزيت، حيث تصدر أزيزاً عند درجة حرارة 160 درجة مئوية.
وفي الوقت نفسه تتكون جيوب هوائية صغيرة مما يضمن امتصاصها للماء الساخن في ثواني. النتيجة نودلز طرية تماماً في وقت قياسي، ولكن بالطبع هناك مشكلة: تمتص النودلز الزيت أيضاً. هذا يعني نكهة أكثر، ولكن أيضاً دهوناً أكثر. ولحسن الحظ لم يعد يتم استخدام هذه الطريقة. الطريقة الثانية: التجفيف بالهواء الساخن. بدلاً من حمام الزيت يستخدم نسيم ساخن، هواء بدرجة حرارة 100 درجة مئوية يسحب الرطوبة. النتيجة دهون أقل، سعرات حرارية أقل، لكن بقوام أكثر تماسكاً. وماذا عن وقت الطهي؟ يستغرق وقتاً أطول قليلاً، لأن النودلز ليست مسامية تماماً مثل نظيراتها المقلية. إذن أيهما أفضل؟ الأمر كله يعتمد على رغبتك. هل تريد أقصى سرعة ونكهة غنية؟ فالمقلية هي المناسبة. هل تريد بديلاً أخف وأكثر صحة؟ النودلز المجففة بالهواء الساخن هي الحل الأمثل، وبالمناسبة هي التي تجدها دائماً في السوبر ماركت. مهما كانت الطريقة التي تختارها، فإن النودلز أصبحت الآن جافة، صالحة للاستخدام وجاهزة للخطوة الأخيرة. الشيء الوحيد المفقود هو ما يجعلها لا غنى عنها حقاً: أكياس التوابل الأسطورية. تمر النودلز عبر المصنع على أحزمة ناقلة مصفوفة بدقة كجنود صغار، جاهزة لخطوتها الكبرى الأخيرة. تلتقط الآلات الحصص وتغلفها بطبقة واقية محكمة الإغلاق حسب المنتج، إما في كيس بلاستيكي أو في كوب من الستايروفوم لنودلز الكوب. ولكن كفى حديثاً عن التغليف، الجزء الأفضل يأتي الآن: عبوة التوابل. وهناك اختلافات هنا أيضاً. أولاً، عبوة المسحوق، مزيج من الملح والسكر والمرق، وبالطبع ملك محسنات النكهة: غلوتامات أحادية الصوديوم، جوهر ما يجعل النودلز سريعة التحضير، مثيرة للإدمان. ثانياً، عبوة الزيت، زيت السمسم، زيت الفلفل الحار، أو صلصة الصويا الحارة، تضيف لمسة أخيرة مميزة. لكن قبل أن تغادر هذه الروائع المصنع، يجب أن تجتاز اختباراً نهائياً: ضوابط جودة صارمة تتحقق من الوزن والتغليف، وبالطبع المذاق. يقوم فريق في المصنع باختبار النودلز، ثم تأتي اللحظة: تعبأ النودلز في صناديق وتشحن إلى جميع أنحاء العالم، ثم تصل إلى مطبخك جاهزة لإطلاق كامل طاقتها في 3 دقائق. لكن كيف تحافظ النودلز سريعة التحضير على نضارتها لأشهر؟ يبدأ السر بإزالة الماء. الرطوبة هي أسوأ عدو للطعام، فهي تجذب البكتيريا والعفن، ولكن عند قليها أو تجفيفها بالهواء الساخن تفقد النودلز كل رطوبتها تقريباً. لا يتبقى سوى 5% من الرطوبة المتبقية، وهي نسبة ضئيلة جداً لتستقر فيها الكائنات الدقيقة. الطبقة الواقية التالية: التغليف. عدة طبقات محكمة الإغلاق تمنع الأكسجين والرطوبة، حتى أن بعض العبوات تحتوي على النيتروجين، مما يحفظ النودلز ككبسولة زمنية صغيرة. هذا يحافظ على الطعم طازجاً والقوام سليماً، لتحصل على نودلز مثالية في كل مرة. ويضاف الملح ليس فقط لتعزيز النكهة، بل أيضاً كمادة حافظة. ولكن كيف يضمن المصنع فعالية كل هذا؟ من خلال اختبارات مدة الصلاحية. تخزن العينات لأشهر وتختبر في ظروف قاسية. الهدف عدم حدوث أي تغيير في الطعم أو القوام. وإذا كنت تتساءل هل يمكن تناول النودلز سريعة التحضير بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها؟ نعم، طالما أن العبوة سليمة، فغالباً ما تبقى صالحة للأكل لفترة طويلة. قد لا تكون بنفس النكهة، لكنها بالتأكيد لا تزال صالحة للأكل. الآن كشفنا سر عمرها الافتراضي الطويل، لكن كيف تصبح هذه النودلز طرية تماماً في 3 دقائق فقط؟ يكمن السر في بنية المسام. يكون القلي العميق جيوباً هوائية صغيرة لا ترغب إلا في امتصاص الماء الساخن. تعمل هذه الجيوب كإسفنجة صغيرة، يتغلغل الماء الساخن فيها بسرعة البرق، فتنتفخ النودلز وتصبح طرية. لهذا السبب تحضر النودلز سريعة التحضير المقلية بهذه السرعة المذهلة. يشكل مزيج الغلوتين والنشا التوازن المثالي بين القرمشة والطراوة. يعطي الغلوتين النودلز مرونتها، بينما يحافظ النشا على الماء. إذا زادت الكمية تصبح لزجة، إذا قلت الكمية تبقى صلبة. ثم يأتي دور درجة الحرارة. صممت النودلز سريعة التحضير للوصول إلى أفضل قوام لها عند 100 درجة مئوية بالضبط. لذلك استخدم الماء المغلي دائماً. صممت كل موجة وكل حافة من النودلز بدقة لتنضج في الوقت المناسب تماماً. ليست طرية ولا مطاطية، بل مثالية بكل بساطة.
الآن وقد عرفنا كيفية صنعها، ما مدى صحة النودلز سريعة التحضير؟ لنكن صريحين، عندما يتعلق الأمر بالصحة، لا تعتبر النودلز سريعة التحضير غذاء خارقاً، فالأنواع المقلية منها على وجه الخصوص تحتوي على نسبة عالية من الدهون، تصل إلى 20 غراماً لكل كيس، ثم هناك الملح، قد تحتوي العبوة الواحدة بسهولة على نصف الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم، تناولها يومياً لا يفيد جسمك. وماذا عن الإضافات؟ غالباً ما يوجد جلوتامات أحادية الصوديوم MSG في التوابل، وهو ما يعطي النودلز نكهة الأمامي المميزة. هل هي خطيرة؟ لا يوجد دليل علمي على أن MSG ضار، ولكن هناك أيضاً أخبار سارة. يمكن أن تكون النودلز سريعة التحضير جزءاً من نظام غذائي متوازن. السر: امزجها مع مكونات طازجة، أضف بيضة وبعض قطع الخضار وربما بعض الدجاج، وستكون الوجبة ليست لذيذة فحسب، بل مغذية أيضاً. هل النودلز سريعة التحضير عدو؟ لا. هل هي مثالية؟ أيضاً لا. كما هو الحال مع كل شيء، الاعتدال هو مفتاح التوازن. وهذه كانت لمحة من وراء كواليس النودلز سريعة التحضير، من اختراعها إلى قصة نجاحها العالمية. هذه العجينة الحلزونية الصغيرة أحدثت